السلام عليكم. قد يرى البعض أن خطورة الحيوانات تزيد مع زيادة حجمها، لكن على العكس فإن هناك حيوانات صغيرة نظن أنها أليفة، إلا أنها ليست كذلك على الإطلاق، حيث تعيش حيوانات خطيرة جدا معنا في المنزل تعتبر من الأخطر في العالم. 10. فرس النهر. على الرغم من كونه آكلا للعشب، لا يتردد فرس النهر في الانقضاض على أي إنسان يقترب جدا من أرضه. 9. التمساح. حيوان مفترس يشن هجمات صامدة وغاية للعنف. 8. الديدان المفلطحة. هي ديدان طفيلية تفرز مادة التيرودوكسين، وهي مادة سامة تسبب الجرعة العالية منها الوفاة. 7. الصفر الخراطيني. دودة مستديرة طفيلية تحمل داء الإيسكارز الذي يصيب الأمعاء. 6. حلزونات المياه العذبة. تقتل العديد من الأشخاص كل عام لأنها تحمل مرض البلهارسيا الذي لا يزال منتشرا في إفريقيا. 5. البق الآثم. هي حشرة صغيرة تحمل داء شاغاس الذي يطلق عليه أيضا داء المثقبيات الأمريكي. 4. ذبابة التسيتسي. تقتل 10 أشخاص كل عام بنقل مرض النوم لهم أو داء المثقبيات الإفريقي. 3. الكلب. بقدر ما يكون هذا مفاجئا، إلا أن أفضل صديق للإنسان يقتل ما يقرب حوالي 25 ألف شخص كل عام هو الكلب، وذلك بسبب عضته التي تنقل السعار أو ما يسمى بداء الكلب. 2. الكوبرا أو ثعبان الصحراء. هو من أكثر الثعابين سمية في العالم، وهناك ثعابين أخرى مثل فصيلة الأفعويات والأفعى المجلجلة لديها القدرة على بث سموم قاتلة. أولا، البعوضة. على الرغم من أنها الأصغر، لكنها أخطر حيوانات على سطح الأرض، فهي تقتل حوالي 720 ألف شخص كل عام، وذلك بنقل أمراض خطيرة مثل الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء. إذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في قناتنا حتى تستمر نوعية هذه الفيديوهات.